الحياة ما بقتش تدينا مجال للاختيار غير النموذج المنضبط المجتهد اللي عايز ينجح في حياته، وبقينا نشوف حوالينا سواء على مستوى العمل أو النظام الغذائي أو العلاقات الاجتماعية الناس الناجحة اللي جاهزين دايما لأي حدث في اليوم، منسقين وقتهم ولابسين الأوتفيت المناسب سواء للشغل أو التمرين أو حتى خروجه مع الصحاب. والناس بقت عشان تشجع نفسها بقوا يحطوا قدامهم نماذج حية للانضباط زي ستيف جوبز وكريستيانو رونالدو، وبقى عندنا هوس بالنموذج ده في الحياة. طب تعالى نقيس مصداقية الانضباط ده على المؤشر الأهم في الحياة كلها، وهو الالتزام اللي لو كنت على جزيرة معزولة عن العالم كله ما ينفعش تتأخر عنه. الالتزام اللي المفروض ان انت مخلوق في الدنيا دي بس عشان تعمله، فرض الصلاة لرب العالمين. ايه اخبار الاستمرارية والانضباط؟ يا ترى منضبط فيه بنفس النسق؟ يا ترى ضابط اولويات مواعيدك طول اليوم عشان ما تدخلش على مواعيد الفروض؟ يا ترى دايما وانت نازل عامل حسابك في شراب طويل ولابسه على وضوء عشان تقدر تمسح عليه، ولابس تيشيرت طويل عشان ظهرك ما يبانش وانت بتسجد، عشان تقدر في اي وقت واي مكان تسمع فيه الاذان ترفع ايديك وتقف بين ايدين ربنا؟ النجاح قصة استمرارية بتتكتب كل يوم وبنمد فيها الخط على طوله بإنجاز جديد. المحامي، طبيب، المهندس، دكتور الجامعة، حتى الصنايعي الشاطر، أي إنسان حريص على مصلحته بيحاول كل يوم يحافظ على نجاحه. طب ما تيجي نطبق ده على الصلاة ونجتهد في اتصالنا مع ربنا من خلالها، إن يكون كل يوم أحسن، نخشع أكتر ونقرب أكتر، نتقدم وننجح فيها زي ما بنعمل في شغلنا أو أي حاجة تهمنا. ما تيجي ننجح في مهنة عُبّاد عند ربنا. بلاش، تعالَ نبعد عن المفهوم المادي وسيبك من النجاح والشغل. تعرف إيه عن الحُب؟ عارف اللي بيكون عنده ميعاد مع حد بيحبه بيكون عامل إزاي قبلها؟ وإزاي ملهوف عند مقابلته، لمّا بيقابله ما بيكونش شايف حد غيره؟ لمّا بيحس إنه بعد عن حبيبه شوية بيتوتر وبيدوّر عليه ويبقى عايز يتصل بيه، عايز يطمن بوجوده جنبه. اللي بيحب حد بتلاقيه دايمًا بيتكلم عنه مش قادر يوقّف كلام عليه، لمّا يقابله بيفتح له قلبه ويشاركه همومه وطموحه وأحلامه بمنتهى الوضوح والأريحية. جميل الحب مش كده؟ بس ثانية واحدة، معلش إيه اللي جاب سيرة الحب هنا؟ طب اسمع كده، وربنا وهو بيوصف حال الناس وكل واحد بيختار حد أو حاجة بيحبها وبيقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. إيه ده؟ ربنا بيتكلم عن الحب؟ يعني ربنا يهمه إن إحنا نحبه؟ آه طبعًا، ده ربنا الوحيد اللي يستحق قلبك، الوحيد اللي مش هيخذلك ولا يكسر قلبك ولا يردك، الوحيد اللي بيحبك أكتر من نفسك. عمرك فكرت في كده قبل ميعاد الصلاة؟ إنك رايح للودود اللي قابلك زي ما أنت وعارفك كويس أكتر مما أنت عارف نفسك؟ عمرك حسيت بالأمان ده؟ تعرف إن موضوع الصلاة ده كله عن اللحظة دي، لحظة الأمان والراحة دي. عشان كده أول حاجة بنقولها في الصلاة: الحمد لله رب العالمين. أخيرًا لحظة الأمان. يا رب أنا كل حياتي ليك، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين على الهدى، اهدنا الصراط المستقيم. كم واحد في الدنيا عايش محتار بيتخبط مش عارف هو صح ولا غلط؟ كم واحد فاكر نفسه إنه ماشي صح وهو بيكذب ويظلم ويفتري وبياكل حقوق الناس وقاطع رحمه وناسي آخرته، وهو فاكر إنه أشطر واحد، وطول ما الدنيا ماشية معاه هو فاكر إن كده ربنا موفقه. عمرك ما هتعرف الحق من الباطل إلا بهدى من الله، وده مش هتلاقيه غير في الصلاة، لأن الصلاة هي البوصلة، هي الخط المفتوح بينك وبين مركز القيادة اللي بيديك إحداثيات الطريق. ولله المثل الأعلى، هي إعادة ضبط المصنع اللي اسمها اهدنا الصراط المستقيم. وربنا ما قالش أرنا، قال اهدنا، يعني وجهنا وخلينا نمشي فيه وثبتنا عليه. ما سألتش نفسك ليه امرأة نوح ما كانتش مسلمة، أو ابنه، أو امرأة لوط؟ تفتكر ما كانوش يعرفوا الحق أو عندهم شبهة فيه؟ أكيد لأ، لكن ضعفوا تحت تأثير المجتمع وكلام الناس. عشان كده مش مهم إنك تبقى عارف الصح على قد ما المهم إنك تبقى قادر تعمله. كل مرة بتقول اهدنا الصراط المستقيم أنت بتجدد العهد إنك ما تمشيش ببوصلة نفسك ولا بوصلة الناس، أنت بتسلم نفسك لربنا يهديك ويهيأ لك من أمرك رشدا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. عارف هم مين؟ اللي ربنا بيقول عنهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والنبيين وحسن أولئك رفيقا. يا رب أنا عايز أبقى مع دول. بعد كده بنركع بكل خضوع. تعرف الصحابة لما جم يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، لما جم عند الركوع قالوا: نبايعك على أن نخر من قيام، بعد القيام هنسجد على طول مش هنركع. لأنهم فهموا يعني إيه ركوع وما فيه من خضوع وانكسار، واستكبروا كعرب إنهم يركعوا، وكانت حاجة غريبة جدا عليهم. معنى الركوع كبير جدا. عشان كده غريب جدا اللي بقينا نشوفه اليومين دول لما تلاقي شاب بيركع لبنت عشان يتجوزها. أي انحناء سواء بالركبة أو بالجذع يعتبر ركوع، والركوع
قمة الخضوع. أنت مش بس بتبتدي حياتك بالخضوع للإنسانة اللي أنت المفروض هتبقى قدوة ليها ومسؤول عنها، أنت بتركع لبشر. أنت فاهم أنت بتعمل إيه؟ إحنا بنقلد من غير فهم، وبنستورد قيم مش بتاعتنا وبنفرضها على مجتمعاتنا بالعافية، زي اللي بيحط في العربية بنزين طيارة وفاكر إن ده هيخليها تمشي أسرع. بناخد تقاليد الغرب ونطبقها على مجتمعاتنا بالعافية. تخيل بقى إن الصحابة وافقوا على السجود لأنه معروف من قديم الأزل إنه مقام التعبد للإله، لكن لأنهم عارفين إن الركوع ده منتهى الخضوع قالوا إحنا عايزين نصلي من غير ركوع، لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام شرح لهم أهميته وإن هيئة الصلاة دي تكليف من رب العالمين زي ما هي كده. والركوع هنا اعتراف بالجميل والنعمة، وأول نعمة هي الصلاة نفسها. وربنا بيقول: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. اللي ما بيسجدش لربنا متهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. ربنا يكرمنا دايما بالصلاة والسجود. بعد ما سلمت لربنا بقلبك في الفاتحة، بترجع بجسدك عشان يبقى عهد مع الله بطاعته والرضا بقدره. نرجع لربنا عشان يبقى عهد علينا ما نركعش لغيره، لا عشان جاه ولا نجاه. وهنا بنسمع الإمام بيقول: سمع الله لمن حمده. طب احنا كنا بنسبح في الركوع، ليه ما قالش سمع الله لمن سبحه؟ انت اول ما دخلت الصلاة قلت ايه؟ فاكر؟ قُلت الحمد لله رب العالمين. وبعد ما خضعت لربنا بقلبك في الفاتحة وبدنك في الركوع، ربنا بيقول لك ارفع راسك، ربنا سمعك. سمعك من أول ما دخلت الصلاة وقُلت الحمد لله رب العالمين. سمع الله لمن حمده بصيغة الماضي. ربنا سمعني وأنا باحمده، قوم واحمد ربنا تاني إنه سمعك وإنه بيسمعك وإنه وضعك في مقام إنك تتسمع. قوم قُل بقلبك وكل كيانك: ربنا ولك الحمد. ودي تبقى تاني مرة بنحمد ربنا فيها من ساعة ما دخلنا الصلاة على نعمة الصلاة والصلة بربنا والوقوف في الركوع بين إيديه. وهنا بتيجي الهدية، السجود. انزل بقى واطلب واطمع وارفع أمرك وشكواك وانت في أقرب موضع في الصلاة لرب العالمين، وانت ساجد وواضع جبينك على الأرض تعظيما لمدبر الأمر وخالق الخلق. وبكده تبقى كملت الحلقة. هو سبحانه أسجد لك الملائكة وانت تسجد له وحده، فتعرف ترتيبك بين الخلق. والسجود هو القمة، هو اللحظة اللي فيها كل المعاني اللي سبقتها بتتجمع: الحمد والخضوع والسماع والرجوع والطلب والقرب. وبعدين نقعد نقول التشهد ونجدد إيماننا بالشهادتين ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق اللي ربنا جعله سبب في النعيم اللي عشناه في الصلاة، وندعي ربنا ما يحرمناش من النعمة دي ويثبت قلوبنا على طاعته. وبعدين نسلم على الملائكة اللي على يميننا وشمالنا واللي شهدوا علينا طول الصلاة وسجلوا كل لحظة خشوع وكل همسة حمد. لفتة بنفتكر فيها إننا راجعين معاهم وفاكرين وجودهم وعاملين حسابهم في كل كلمة هنقولها. راجعين بعد الصلاة بسلام وبالسلام من ربنا وللملائكة ولنفسنا ولكل اللي حوالينا. راجع عبد مسلم مسالم عارف قيمتي عند ربنا ومقدر نعمته عليا ومحافظ على عهدي معاه ومجدد إيماني بوحدانيته وبرسالة رسوله، وطارح كل همومي وحاجتي بين إيدين ربي ومش شايل الدنيا هم. ربنا لما فرض علينا الصلاة من فوق 7 سماوات واللي هو طلبنا ليها بذاته، ما كانش عشان يشغلنا بالتكليف. ربنا يريد بنا اليسر، ولن تجد اليسر إلا في الصلاة. ربنا بيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الصلاة أبواب من الفتوحات والكرم والتكريم والنجاة ملهاش نهاية، ممكن نتكلم عنها لآخر العمر. ودي لمحة صغيرة عنها. أنا حطيت قدامك جزء من المعنى واللي يمكن ما كنتش شايفه. دلوقتي الدور عليك إنك تعيش اللي سمعته وتحس اللي فهمته. الحقيقة أجمل بكتير من الحكاية عنها. واللي يقف بين إيدين ربنا بصدق بيكتشف إن كل اللي كان بيدور عليه كان هنا، كان في الصلاة. أنا عايزك تجرب ده بنفسك. اختار أسبوع وقول الأسبوع ده أنا هصلي كويس بتركيز في كلام ربنا وكأنك الإنسان الوحيد في الكون، وخشوع في الركوع وفي الدعاء وفي السجود. وراقب نفسك خلال الأسبوع ده واكتب لي في التعليقات قلبك عامل إيه، حياتك مشيت إزاي. هتشوف معجزات. الحياة كل يوم امتحان جديد. مش لازم مرة واحدة أنجح في كل حاجة، بس مش هسيب نفسي أسقط في كل حاجة. خطوة صغيرة النهاردة هتعمل فرق كبير بكرة. لو قدرت أوصل لك ولو جزء صغير من اللي أنا نفسي أقوله لك عن الصلاة في الحلقة دي، شاركها مع غيرك. خلينا ننشر الخير وخلينا نرجع تاني نقف كلنا صف واحد في كل صلاة على قلب واحد لرب واحد. وفي حاجة أخيرة عايز أقولها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وربنا كريم.